السيد رئيس الجلسة، السادة الأساتذة الباحثون، الحضور الكرام، نرحب بأهل مدينة الصروق وبمن جاءنا من أحواز مدينة الصروق بنتم حضيت السيد بوسعيدي، الإخوان الموزار وباقي أحواز مدينة الصروق والمسلمين. سعيد اليوم يكون ضمن زملائي الأساتذة الأفاضل الذين اختاروا لهذه الجلسة العلمية موضوع الأرشيف باعتباره ذاكرة تحتاج إلى باحثين لهم من الإمكانيات ومن قيم البحث ما يساعدهم على تفجير ما تحويه هذه الوثائق من تاريخ. وعلى هذا الأساس فإنني غيرت عنوان المداخلة حتى لا يكون موضوع المداخلة التي سأتدخل بها خلال هذه الجلسة موضوع نشاز حول مهرجان التملك، وفكرت في المشاركة بمداخلة عنوانها التقنيات المعلوماتية لرقمنة الأرشيف أو الأرشيف التاريخي. لماذا؟ لأننا في الواقع خلال السنوات الأخيرة من خلال اطلاعنا على مختلف أو زيارتنا لمختلف دور الأرشيفات، خصوصا منها الأرشيفات البلدية المحفوظة في البلديات التي تم تأسيسها منذ زمن بعيد، يعني في التاريخ متقدم من تاريخ الحماية، ومنها مدينة الصروق، فاس، تازة، ومجموعة من المدن الأخرى التي أصبح أرشيفها يعاني وأصبح مهددا بشكل كبير، ويحتاج إلى أيادي أمينة، إلى ضمائر حية قادرة على إنقاذه من الضياع والتلف. ودليلنا في ذلك أرشيف بلدية الصروق الذي يوجد جزء كبير منه في المستودع البلدي، وهذه عملية تحتاج إلى المراجعة ليعود هذا الأرشيف إلى مكانه اللي هو أرشيف بلدية الصروق. ومن هنا أصبحت الرقمنة أو رقمنة هذه الأرشيفات تطرح نفسها بإلحاح وبجدية. لماذا؟ لكي نحفظ وثائقنا على الأقل في حوامل إلكترونية مضغوطة قادرة على صيانة هذه الوثائق والحفاظ عليها لمدة طويلة. إذن فما هي التقنيات المعلوماتية التي يمكنها أن تساعدنا في رقمنة الأرشيفات التاريخية؟ رغم في الحقيقة أن المؤسسات البلدية المنتخبة والتي تتوفر على هذه الأرشيفات لا تتوفر على هذه الإمكانيات التي نطالبها أو التي نطالب من خلال هذه المؤسسات توفير هذه الإمكانيات لكي نبدأ بعملية صيانة ما يمكن صيانته مما تبقى من تاريخ مدينة الصروق على وجه الخصوص. تازة وفاس مكناس، إذا هو مجموعة قلت من المؤسسة أو مجموعة من المدن التي تم تأسيسها كبلديات في فترة متقدمة من تاريخ الحماية والتي تتوفر على أرشيف تاريخي. هنا أشد على يد الأستاذ الفاضل سجاد رضا ومن خلفه في مؤسسة أرشيف المغرب، لأنهم يبذلون المجهود الكبير من أجل صيانة هذه الوثائق باعتبارها مرآة تاريخ المغرب، وهي المرآة التي تعكس تاريخ المغرب. وكما يقال: من لا أرشيف له فلا تاريخ له.
لذلك أصبحت الرقمنة يعني تفرض نفسها بإلحاح. وأظن أن مؤسسة أرشيف المغرب قد يعني قطعت أشواط كبيرة في هذا المستوى، ونتمنى أن تنقل هذه التجارب إلى المؤسسات البلدية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التراث التاريخي الذي يعتبر موردا أساسيا وتنمويا يمكن لهذه المؤسسات البلدية أن تستفيد منه. أنتم تعرفون جيدا بأن الكثير من الطلبة المغاربة يشدون الرحال إلى أوروبا من أجل نسخ الوثائق. تعرفون عملية نسخ الوثائق تتطلب إمكانيات كبيرة من الباحثين، فلما لا نستثمر في هذا التراث الوثائقي الذي يمكن أن يدير على المؤسسات البلدية بدخل لا بأس به ومهم. أعود إلى مسألة الرقمنة، وقلت بأن الرقمنة يمكنها أن تمر عبر مجموعة من مراحل سلسلة الرقمنة، معايير الرقمنة والمعالجة الرقمية للأرشيفات ثم خاتمة. إذن نطرح السؤال: لماذا نقوم برقمنة الأرشيفات؟ إذن تهدف بطبيعة الحال رقمنة الأرشيفات الورقية إلى إرساء نظام للتدبير الإلكتروني للوثائق، وذلك من خلال أولاً توفير حل اقتصادي لحفظ الوثائق، ثانياً تسهيل تبادل المعطيات بين مختلف المواقع، يعني أن المواقع يمكنها أن تتبادل المعلومة الرقمية ولكنها لا يمكن لها أن تتبادل المعلومة الورقية، ضمان لولوج المعلومات في أي مكان بطريقة آمنة مع توفير الأمن السيبراني الذي يحفظ هذا التراث من الضياع ومن تدخل الأيادي غير الآمنة، ثم ضمان الولوج إلى معلومات من أي مكان بطريقة آمنة، توفير حماية إضافية في حالة ضياع الوثائق الورقية. يعني عندما تضيع الوثائق، وهنا كان عندنا إشكال ربما في العهد ديال السي محمد يخلف الله يرحمه، يعني كانت واحد المجموعة من الناس اللي كانوا كيسخنوا وكيديروا التدفئة بالكراطين ديال الوثائق، كيشعلوا فيهم العافية وكيسخنوا عليهم، وهذا خلق إشكال بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المدن المغربية بصفة عامة، لأننا عندما بدأنا بتصنيف هذه الوثائق في إطار باحثين يشتغلون على قضايا تاريخية حول المدينة، وجدنا مجموعة من الوثائق التي تعرضت للتلف بواسطة الإحرام، ولولا تدخلنا وتدخل كذلك الأستاذ محمد يخلف الله يرحمه والأستاذ سي حسن الشافعي والسي الزرموني، مجموعة من الغيورين على هذه المدينة، لا ضاع أرشيف بلدية صفرو. وكنا نتمنى الحقيقة، لأن طرحنا مشروعا على المجلس البلدي السابق، وكنا نتمنى أن ننجح في هذا المشروع في إطار يعني وضع اللبنة الأساسية والأولى لمشروع إدارة الأرشيف الجهوي بمدينة فاس. ثم بعد ذلك قلت توفير حماية إضافية في حالة ضياع الوثائق، توحيد أساليب الحفظ والأرشفة الرقمية تكون عملية الرقمنة موحدة، إن حسن تدبير الأرشيفات يعني بالنسبة لنا حسن تدبير الذاكرة التاريخية وضمان الحفاظ على مستقبل الدول. Une bonne gestion de vos archives, c'est une bonne gestion de la mémoire historique et de l'avenir des peuples. إذن ما هي مراحل سلسلة الرقمنة؟ إذن مراحل سلسلة الرقمنة تشمل أولاً عملية الرقمنة، اختيار طرق الفهرسة والتصنيف، يعني يجب علينا أن نختار الطريقة التي يجب علينا أن نصنف بها الوثائق، كما هو الحال مثلا بالنسبة لفرنسا. في البداية بدأت تصنيف وثائق مثلا تاريخ المغرب بناء على المصالح التي كانت تتوفر عليها البلديات أو المؤسسات السياسية التي كانت تدبر الشؤون المحلية داخل المجالات إما الحضرية أو البلدية، يعني كتصنف وكدير ان كوطاج دي زارشيف سولون لي سيرفيس، la direction des affaires politiques, la direction des affaires indigènes, la direction des affaires économiques, la direction des affaires شريفية، question juive، يعني كانت هناك مجموعة من وبالنسبة للمصالح البلدية كانت عندنا مصلحة ديال الصحة، كانت عندنا مصلحة
ديال الشؤون الاهليه، كانت عندنا المصلحه ديال الشؤون الثقافيه. اذا هنا بدات عمليه تصنيف الوثائق بناء على المصالح التي تنتج هذه الوثيقه حتى تسهل عمليته يعني الاطلاع على الوثائق من طرف الباحثين. ثانيا تدوين جزء من الارشيفات ونشرها رقميا عبر الاقراص المدمجه او شبكات الانترنت. ان هذه من العمليات المهمه التي يجب علينا ان نشتغل بها. وقلت بان مؤسسه الارشيف المغرب قد اشتغلت على هذا الامر. مثلا ملي كنمشيو نشوفوا الجرائد او الصحف التي كانت تصدر خلال فتره الحمايه، ومنها مثلا جريده السعاده وضعتها مؤسسه الارشيف المغرب في 5 يعني قرص مدمجه. اذا لان حنا اخذينها في سميتو محاوله ديال اذا عندنا الارشيف، عندنا الصحف، عندنا مجموعه من الوثائق التي تم يعني وضعها في الاقراص المدمجه، ويمكن للباحثين او دي ميكروفيلم يمكن للباحثين ان يطلعوا عليها. إذا ما هي معايير هذه الرقمنة؟ ينبغي أن تستجيب المعايير التقنية المعتمدة في الرقمنة لحاجيات الاستعمال المختلفة، سواء أثناء معالجة الأرشيفات، أثناء الاطلاع عليها عبر الشاشات. وتعتمد هذه الصيغة على تقنية ضغط تقلل حجم الصور من الحفاظ على جودة مقبولة، مما يجعلها مناسبة للنشر عبر الإنترنت. تعتمد رقمنة الأرشيفات على دقة عالية تصل إلى 400 نقطة بالبوصة، مما يضمن وضوح الوثائق وجودة تفاصيلها أثناء الحفظ والعرض. يوفر هذا النظام كذلك أكثر من 16 مليون لون، مما يسمح بعرض الصور والأرشيفات بدرجة عالية من الدقة والوضوح البصري. فيما يتعلق بالسرعة، تعتمد سرعة الرقمنة على كفاءة المسح الضوئي ونوعية الربط بالحاسوب حيث تسهل بعض التقنيات المتطورة على تسريع نقل الصور ومعالجتها. تسمية ملفات الأرشيفات، يقوم برنامج المسح الضوئي تلقائيا بتسمية الملفات اعتمادا على اسم المجلد، الرقم التسلسلي للملف وصيغة الملف، يا إما جي بي جي ولا بي دي اف ولا AA101. كاين نماذج كثيره فقط اتصلت على بعض منها. اذا ما هو الهدف من نظام التسميه؟ هو تنظيم الملفات الرقميه بطريقه تتوافق مع التصنيف المادي للارشيف. نموذج مقترح للتسميه مثلا AA بياس 01 فوليو 001 ريكتو. اذا كاين هناك توافق بالنسبه للاداره حول الطريقه التي يجب ان تضع بها هذه عمليه التصنيف وعمليه التسميه. ويسهل هذا النظام قلت تحديد الوثيقه وموقعها بدقه. تخزين الملفات، اذا تطرح عمليه تخزين الملفات الرقميه عده تحديات مرتبطه بالحفظ وسعه التخزين وامكانيه الولوج الى الوثائق. تمر عملية التخزين إذن عبر مجموعة من المراحل، منها حفظ الملفات أولا على الحاسوب أثناء الرقمنة، نسخ الملفات على أقراص خارجية مع إعادة تسميتها وتنظيمها، ثم تخزينها النهائي على خواتم رقمية أو أقراص بصرية مثل السي دي أو دي في دي. ويتيح الخادم الإلكتروني الولوج السريع إلى الأرشيفات خاصة في إطار النشر عبر الويب. إذا عندما نحاول تقييم عملية الرقمنة فهي تختلف من شخص إلى آخر أو من تقني إلى آخر حسب ضبطه لتقنيات الرقمنة. المعالجة الرقمية للأرشيفات، تستخدم تطبيقات معالجة الصور من أجل تصحيح جودة الصور والإضاءة، تحسين استقامة الوثائق، تحويل الألوان وتحسين العرض، التمييز بين النصوص والعناصر الرسومية مع ضرورة احترام سلامة الوثيقة الأصلية وعدم المساس بمحتواها التاريخي. خاتمة، إذا يوفر برنامج الرقمنة إمكانيات مهمة من بينها تسهيل وصول الباحثين إلى الأرشيفات التاريخية، تشجيع الدراسات في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتمكين الجمهور من التعرف على تاريخهم وتراثهم عبر العصور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا دكتور حسن عمري، شكرا جزيلا. ما أحوجنا إلى فكرة تصبح نموذجا، تصبح طريقا ومسلكا نحو معرفة الحق، نحو الحرية.